عارف في الافلام كده لما يحصل زوم ان كده وتقوم اللي هو الشخص ينبهر كده اللي هو ايه هو الحوار ده اللي ده. انا بدور عليه. بس خلاص. ازيكم؟ انا اسمي روبير. من 10 سنين قريت جملة بتقول لو بتشتغل حاجة بتحبها انت مش هتشتغل يوم في حياتك تاني. في البرنامج ده انا بستضيف ناس بيحبوا شغلهم بجد وبتكلم معاهم عشان اعرف ازاي يخلوا اكل العيش ما يبقاش مر. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا عبد الرحمن مجدي بيعمل فيديو اديتنج وستاند اب كوميديان وممثل. هنشوف بقى ازاي هو بيعمل كل ده. عامل ايه؟ كله زي الفل. اخبارك انت ايه؟ عامل ايه؟ عايزك تحكي لي بقى عن موضوع نبتدي بقى بالفيديو اديتنج ولا بالستاند اب كوميدي؟ الستاند اب بصراحه لانه ستاند اب اقدم. كوميدي. إنه بداته الاول وبحس ان هو ليه الفضل عليا في كل حاجه عامه. يا سلام. والله. طب احكي لي كده الموضوع ابتدى ازاي؟ ماشي، هو الموضوع ابتدى انا كنت بيج فان جدا للستاند اب عامه. كان في برنامج كده بيجي زمان اسمه موجة ستاند اب على قناه اسمها عارفه موجة كوميدي، على موجة فاكر؟ كوميدي، ايوه بالظبط. انا كان اول بدايه علاقتي ان انا اعرف ان في حاجه اسمها كده اصلا في الدنيا، كان نوع من انواع الفنون يعني. ف... فاتفرجت وانبهرت جدا طبعا، فاللي هو ايه الحوار ده، طب انا عايز. فبدات بروح احضر بقى كل الحفلات في الدنيا في اي حته، لحد ما في 2014 شهر 3 كان في بيبقى حاجه اسمها اوبن مايك. كان اول اوبن مايك ده كان تبع كان ام بي سي مصر، كوميديانز من السعوديه هيجوا هنا في مصر، هيعملوا الحفله وهيطلع معاهم 10 اوبن مايكرز. فكان اللي بينظم الحفله برضو كوميديان صاحبي اتعرفت عليه وبتاع، فقال لي بص في فرصه وبتاع، مش عايز تطلع؟ انا بحضر بقالي كتير قوي وكده وعايز اعمل الموضوع يعني. بس اول ما قال لي عايز تعمل الموضوع قلت له لا مش لا. كشيت كده شويه، دبسني قال لي لا اطلع وجرب وارمي نفسك في المايه، مفيش اي حاجه هتحصل، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ ففكرت فيها فعلا، والله ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ يعني طلعت على الستيج ومحدش ضحك مثلا خالص، ما الناس ما اتبسطتش. اديني عرفت خلاص ان هي مش بتاعتي، خلاص هبقى على الاقل بدل ما انا طول الوقت عندي فضول كده. فطلعت الحفله دي والحمد لله كانت جميله جدا. اتبسطت فيها جدا جدا انت جدا. انبسطت والناس انبسطت وحسيت ان ده فيه بوتنشال يعني. اه الناس مش بتتوقع ان تضحكهم على طول في ساعتها لما بتكلم لما معاهم. تقول انت ستاند اب ما كوميدي. دي بقى بص قديمه قوي ها. دي بتبقى حاجه اللي هو ببقى يا جماعه ما هي مش كده، فاهم؟ طب دخلت الفيديو اديتنج ازاي؟ دخلت الفيديو اديتنج 2016 بعد ما خدت ورك شوب وان مان كرو دي بتدرس فيها تصوير واخراج وكتابه ومونتاج وكل حاجه، اللي هو كل مراحل انك تخرج فيديو. بتفهم المواضيع من بره كده يعني. بيزكس كده بتاعت كل حاجه طبعا، تحفه. مش بتعمق يعني، بس كده. فانا اوريدي كنت دايس في التصوير قبلها، في حياتي عامه بحب التصوير جدا. فلما درست جوه بقى الايديتنج، انا برضو زمان قوي فاكر الموفي ميكر على الويندوز ده. اه تمام. كنت بعمل حاجات متخلفه جدا، كنت بقعد اجيب، ببقى عايز اعمل ستوري. فكنت بعمل ايه؟ كنت بعمل ستوري في دماغي واجيب لها صور. فكنت بدات احط على الموفي ميكر مثلا صوره عربيه، بعدين صوره طريق هاي واي، بعدين صوره جنينه مثلا، بعدين صوره ناس قاعده. فده بالنسبه لي في ناس نزلوا ركبوا العربيه سافروا راحوا قعدوا مع بعض، فاهم حاجه؟ كنت قاعد اعمل حاجات كده اللي هو بتفرج عليها دلوقتي يا نهار اسود ايه ده وبتاع. يعني انت عندك باشن على الموضوع ده من وانت عندك 12 سنه مثلا و... وما عنديش اي فكره ان ده حاجه في الدنيا اصلا. يعني ده بالنسبه لي برنامج انا قاعد في البيت بلعب عليه لحد ما اشوف بقى انا لما اكبر هبقى عايز ابقى ايه يعني، فاهم؟ واخدت الورشه اللي هي وان مان شو وان مان كرو. وان مان كرو. بالظبط. اخدت الورشه دي امم وبعد كده بقى ركزت في الفيديو قد ايه؟ غرقت بقى خلاص يعني. أوكي. اول اصلا ما البريمير فتح قدامي اول مره في حياتي اشوف دلوقتي الانترفيس بتاع السوفت وير ده، وان انا احط بقى الماتيريال فين والتايم لاين وبتاع. عارف في الافلام كده لما يحصل زوم ان كده وتقوم اللي هو الشخص ينبهر كده اللي هو ايه هو الحوار ده اللي انا ده. بدور عليه. بس خلاص. اه بس من دي 2016 دي بقى. لحظه على فكره مش بتيجي لاي حد. اه اللحظه دي اللي هو ده اللي انا عايز اكمل اعمله، مش بتيجي لاي حد خالص. بالظبط. يعني انا ما غرقتش مثلا الغرقه دي وانا باخد الكلاس بتاع الكتابه او بتاع التصوير او بتاع الاخراج او بتاع هندسه الصوت، بس لما اول ما دخلنا في اليوم بتاع الايديت فاللي هو ايه الحوار ده، لا مم. انا عايز اعرف اكتر وبتاع. طب وانت دلوقتي بتشتغل ايه ولا بتعمل ايه؟ انا دلوقتي فيديو اديتور سلاش دايركتور بيس كيك. بيس كيك. في بيس اوكي. كيك امسك نفسك بقى، ورومانسيه منسيه، واللي فاكر فاكر، وكل الشوز اللي بنعملها هناك دي. احنا تيم كبير طبعا، انا مش انا الايديتور الوحيد هناك، احنا 6. انت دخلت ازاي اصلا بيس كيك؟ دي قصه بتضحك فشخ. اه يعني دي قصه يعني
مبسوط ان هي تسجل صوت وصوره دلوقتي بصراحه. يعني كنت طول عمري نفسي احكي لصاحبه السعاده مثلا او منى الشاذلي فاهم. بس واضح ان ده مش هيحصل. قول لي القصه. القصه انا كنت قاعد بحاول بقى وبفريلانس وبتاع وكده، وجبت بي سي في البيت وهكذا. فانا متابع بيس كيك من زمان جدا جدا، يعني اول حلقه رومانسيه منسيه نزلت انا شفتها من ساعتها، وانا بقى سبسكرايب ومشغل ومشغل الجرس وكل حاجه وفيسبوك وغرقت معاهم بقى، حبيت الكونتنت بتاعهم جدا من قبل ما ابقى عارف اي حد هناك اصلا. بس ففي 2020 نزلوا بوست هايرنج ان هم عايزين فيديو اديتور. بس حتتك خلاص دي نهار اسود ده يعني. اوكي. الناس انا بحب اتفرج عليهم جدا، الموضوع لذيذ وطالبين شغلي، يعني طالبين فيديو اديتور. طب انا هو فيديو اديتور بس. فكانوا منزلين تاسك مجموعه فيديوز كده، اعمل لها داونلود عندك واعمل بيها حاجه، يعني ما كانش في بريف، اللي هو اعمل فيديو من الفيديوز دي، ولو عايز تزود فيديوهات من عندك تمام، عايز تستخدم اقل تمام، بس ورينا هتعمل ايه. كانت فيديوهات عشوائيه جدا مالهاش اي علاقه ببعض، اللي هو انت مش هتطلع بيها حاجه ممسوكه ابدا، الموضوع كله ضحك بس، هو عشان معروف الكونتنت بتاعهم عامل بالظبط ازاي. بس عملت ده عندي في البيت عادي، كان الموضوع سهل وبسيط، ورحت بعدها بيومين 3 كده ردوا عليا قالوا لي تمام انت شورت ليستد وبتاع، بس في تاسك تانية. كانت التاسك التانية دي كبيرة قوي، محتاجة ان انا انزل افلام بقى وحاجات، وكان في سكريبت مبعوت وفي او اللي هو تاسك بجد بقى. فانا انترنت عندي ضعيف جدا، الجهاز بتاعي اصلا فاهم لما بفتحه بيبقى اللي هو احنا هنشتغل يا لهوي حاجات كده فاهم، والتاسك عايزة شغل عالي قوي. فوقتها كنت شغال على بروجكت تاني فريلانس، بس في مكتب بوست برودكشن بره، ما كنتش بعمله عندي في البيت، كنا بنروح نإيديت في مكان كده. فرحت متصل بالمكان، الناس اصحاب المكان دلوقتي عارفوا القصه دي، شاف ممكن يقتلوني عادي يعني. بس تمام خلاص خلصت يعني. كلمتهم مساء الخير بقى انا النهارده في حد موجود وبتاع، فقالوا لي بس ايه، قلت لهم لا في حلقه بس عملناها ومحتاج ارجع بس ابص عليها في كام امند كده، في كام تعديل. قالوا لي تعالى بس هو مفيش حد في المكتب، فهتروح هيبقى فيه الاوفيس بوي بس. قلت انا مش عايز حد اصلا تمام. رحت منزل الافلام كلها، فشخت النت بتاعهم فاهم، نزلت 5 افلام كاملين، هم عايزين مشاهد معينه، كان ممكن اخش اكتب المشاهد دي على اليوتيوب. نزلت الفيلم كله فول كواليتي، واشتغلت على الجهاز عندهم، طبعا جهاز بيطير ومكتب بوست برودكشن كده كده فتمام. وقعدت بتاع 4-5 ساعات مثلا كده فاتح بقى السكريبت وبسمع الفي او، بنزل الافلام تك 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 كده، ورحت عامل حاجه ورحت بعت خلاص كده. بس كلموني بعدها بقى تمام شورت ليستد معانا، هنعمل انترفيو بس تيجي الشركه بقى وبتاع. فكان لسه الحظر بقى والاجواء دي كده، فمواعيدنا مش عارفه تظبط. فقال لي طب خلاص، قالوا لي هنخلي الانترفيو اونلاين. يعني وقتها في نفس الوقت اللي انا كنت بصور ميكنج مسلسل الانسه فرح، فبنزل لوكيشن كل يوم بصور ميكنج وبتاع. فجه الميعاد بتاع الانترفيو في يوم انا عندي فيه تصوير، فقلت لهم ماشي، ما قلتش بقى انا عندي تصوير، ما قلتش انا عندي حاجه، قلت لهم يعني ماشي هنرد وبتاع. فعملت الانترفيو معاهم اونلاين وانا في اللوكيشن بقى، الناس عماله تعدي ورايا بحاجات وبتاع، عملت اللي مش عارف ايه، يلا يا اساتذه بتاع، وانا عمال اهرب عايز حته هدوء بس لحظه واحده اعمل فيها اي حاجه. بس الحمد لله خلصنا الانترفيو عادي بسلام، مفيش اي حاجه. تمام يا معلم خلاص هنبعت لك الجوب اوفر وبتاع، ومشيت كده. فكان اللي هو عارف وبس، كان 13/10/2020 بقى اول يوم شغل هناك. عامة اشكرك جدا ان انت جيت النهارده، وانبسطت قوي ان انا اتبسطت دخلت جوه القصه بتاعتك وفهمنا شويه حاجات كده يعني. ايوه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا الجرس، وابعتوا الفيديو ده لاصحابكم، واكتبوا في الكومنتات عايزين تشوفوا مين في الحلقات الجايه. ايه رايك في دي؟ تحفه دي بجد تحفه دي والله حلوه قوي. اكتبوا لنا